الشوط الثاني أفضل فريق الاتحاد، أمانة أفضل فريق الاتحاد. كوفي 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 مر يسقط، لا ما زال يحتفظ بالكرة، يمر الكرة بيني للأمام ياتي هدف التعادل، ياتي هدف التعادل لمصلحة فريق الاتحاد. قلت فريق الشط إذا ما بقى يلعب بهذه الطريقة سيقبل هدف ثاني، وبالفعل فريق الاتحاد يوقع الهدف الثاني في الدقيقة 17 من زمن الشوط الثاني. إذن فريق الاتحاد يعدل النتيجة في هذه الدقيقة، إذن فريق الاتحاد يعدل النتيجة. ماهر سيدخل، هون لقطات الإعادة. صهيب تابع بشكل جميل، واللاعب عبد الله السيسي يضع الكرة داخل الشبكة. هون لقطات الإعادة من كوفي، كرة خلف المدافعين، وعبد الله السيسي يوقع الهدف الثاني. إذن يغادر عبد الحكيم. هنا لقطات الإعادة وبشكل حلو تعبت الكرة. إذن الهدف الثاني لعبد الله السيسي في هذا اللقاء. قلت إذا فريق الشط بقى يلعب هذه الطريقة سيقبل هدف ثاني، لأن فريق الشط الحقيقة تراجع وفريق الاتحاد تقدم. بالتأكيد هي تلك الطريقة التي لعب بها فريق الاتحاد في الشوط الثاني، لأن فريق الاتحاد يبحث عن تدليل الفارق ومن ثم التعديل، وبالفعل تحصل على ما يريد فريق الاتحاد، هدفين مقابل هدفين.